طبعا حكم مباراة بالشوط الأول أدى مباراة جيدة وسوريدا كوينكا، لكن في الدقيقة 26 أخطأ الحكم المساعد بتقييم حالة التسلل كانت واضحة. طبعا دائما عندما تخرج الكرة ويخرج المدافعين وتكون هناك تمرير قصير قرب من منطقة الجزاء يكون هناك صعوبة بالغة، يحتاج تركيز عالي جدا. الحكم أعتقد افتقد التركيز في تلك اللحظة. لحظة ما وصلت الكرة لراكيتش كان يتوجب عليه التوقف في هذه اللحظة، ضبط آخر ثاني مدافع بشكل صحيح، هو تابع حركته. سنلحظ هنا الحكم يتحرك، طبعا هناك لاعبين يغادرون منطقة الجزاء أو ينسحبون كلاعبون مدافعون، هذا صحيح. راكيتش في هذه اللحظة وصلت الكرة، هنا يجب عليه التوقف في هذه اللحظة. هنا تابع طريقه، خطوة واحدة فقط فصلت كانت فاصلة لتمنعه من اتخاذ القرار الصحيح. بطبيعة الحال هنا هذه اللحظة، لحظة التمرير باتجاه ميسي، هي اللحظة الحاسمة التي يجب أن يقرر عليها الحكم. نلحظ قدم على الخط وكل الجسم في طرف آخر، إذن هو ليس في موقف صحيح. ودائما في هذه الكرات عندما تكون قصيرة بينية سريعة وخروج لاعبين مدافعين يكون هناك صعوبة بالغة. يعني المساعد لم يكن مع آخر لاعب، لم يكن مع آخر لاعب بشكل كامل، وأيضا لم يتوقف في لحظة عندما وصلت كرة لراكيتش، كان عليه التوقف وضبط حالة الحركة لديه والتركيز أعلى على أخي ثاني مدافع وعلى لحظة لعب الكرة، لكنه افتقد لذلك فتحرك لخطوة واحدة أفقدته التركيز. ممكن يكون لاعب برشلونة مانع عنا النظر دلوفيو على الطرف. هنا اللاعب القريب منه، على نفس الخط تماما مع اخر ثاني اللاعب القريب منه ممكن يكون يعني حاجب النظر، لكن هو يستطيع حتى بالاقدام، يستطيع ان ينظر الى الاسفل، يستطيع ان يقدر الى ارجل اللاعبين، يقيم اللاعب موقف اللاعب، وبالتالي هو حركته تحرك للطرف الاخر، تحرك باتجاه راكيتش مغادرا خط المرمى بعيدا عن خط المرمى، وهذا هو الذي اضعف قدرته على التركيز. الحاله دقيقه وصعبه لكن كانت تحتاج تركيز عالي، وبالتالي هدف غير شرعي والبارسا متقدم بهدفين مقابل لا شيء. شكرا كابتن جمال شريف، نلتقي لاحقا ان شاء الله ونواصل مع الاهداف. ميسي اذا يصنع كل شيء يصنعه.